الأستاذ محمد عبد الملك، أهلا وسهلا أستاذ أهلا محمد. وسهلا، حياك الله. أستاذ محمد عبد الملك معنا طوال هذه الحلقات التي صورناها، كان موجود خلف الكواليس، يعزف للشباب، يقف وراءهم، وهو أيضا واقف خلف الشباب سواء في هذا البرنامج أو في غير هذا البرنامج. تحية كبيرة للأستاذ محمد. الله يسلمك، شكرا جزيلا. هذا واجب، هذا واجب. شرفتنا. واليوم لي بتعرفوا العود من فين جاي، الإبداع كان كله من العود اللي أمامه. حياك الله، الله يسلمك. هو اللي وصل ايام كان الدور الكشفي استاذ محمد، كان في دور كبير. كان في ذيك الفترات زخم اكبر من الان. الان طبعا باوضاع استثنائيه بسبب الحرب وكذا، فلا تعتبر يعني معيار الفتره هذه، انما كان من السابق كان اكثر نشاط واكثر زخم في كل المناحي الفنيه والرياضيه والكشفيه والثقافيه بعمومه يعني. طبعا استاذ محمد، حتى بغير موضوع الحرب، قبل الحرب حتى قبل المشاكل قد كان خف الدور الموسيقى في المدارس او دور الكشافه والموسيقى وغيره. نعم، هي اشكاليه كبيره ومنظومه مشاكل، وتحتاج الى منظومه حلول متكامله ومتداخله مع بعضها البعض، من القمه الى القاعده، يعني من القرار السياسي وقرار الدوله، ومن فلسفه التربيه والتعليم ان تكون علم الجمال يدرس في المدارس في السنين الاولى وفي التنشئه الاولى للنشء. هذا كفلسفه تربيه وكقرار سياسي من القمه الى القاعده. ايضا في المستوى الاخر اللي هو من القاعده الى القمه، لابد انه تكون في ظروف وامكانيات ماديه، امكانيات اكاديميه، سواء كان قطاع حكومي او خصخصه او يعني مجتمعي لا حكومي او غيره، او منظمات تدعم هذا الفعل الثقافي بحيث انه يعطي نوع من الكثافه. منظومه متكامله من الحلول تحت. نعم. في الموضوع مسألة تكاملية، مسألة تكاملية جمال، يعني لا تكتمل شخصية الفرد إلا بالبعد الجمالي. يعني أنا أعتقد دائما أقول مقولة في كل المحافل، إنه البعد الجمالي إذا تربينا عليه أو ربينا عليه أبنائنا والنشء القادم، صدقنا بيعرفوا قيمة الوطن، بيعرفوا جمال هذا الوطن العظيم. صحيح. ما بيفكروش يطلقوا رصاصة أو يفكروا يدمروا أي شيء جميل في هذا الوطن، لأنه متربي جماليا. صحيح. فهذه مسألة استراتيجية. نتكلم عن نقطة أخرى، أنتم حصلتوا ناس مثل الأستاذ محمد مثل غيره، إلى أي درجة أفادكم الموضوع في التدريب في الأستاذ التأهيل؟ محمد طبعا الشكر له بشكل قوي، يعني حتى إنه لدرجة الأستاذ محمد يجي لي عندك يقول لك يا ابني ضروري تتعلم كذا، ضروري تدرس الجيتار بشكل أكاديمي يا ابني يا ابني، يعني مهتم بالموضوع لدرجة إنه مهتم، بعض الأحيان يكون مهتم زيادة مننا نحن. فنحاول نوجه له تحية، وإن شاء الله بنشتغل مع بعض وبيجتهد علينا وإحنا بنجتهد على أنفسنا كمان حتى نوصل. واحدة من الذين اشتغل عليهم الأستاذ محمد وغيره كثيرون، هي حنين، ونسمع منك. طبعا أنا ما أقدرش أجازي الأستاذ محمد لأنه أعطاني شيء يعني مش قادرة أقوله الآن، هي بمسألة الجماليات، إنه الفرد يجب أن يتربى أو يوطن على الجمال. يعني مسألة الجمال البعض يراها إنه أنت لما يعني تنخرط في المجال الموسيقي أنت بتسيب أمور أخرى، لكن الأستاذ شبه لي إحنا الموضوع إنه مثل الجناح، في مجالين في الحياة، مجال حياتي ومجال فني، والمجال الفني هو الذي يصنع الإنسان، إلى جانب إنه يعني بعيد عن المجال الفني أيضا، يعني وطن إحنا فكريا وبنفس الوقت يعني هو صاحب مقولة إنه الفنان مش فقط في الأداء، الفنان هو عبارة عن منظومة كاملة، منظومة فكرية، منظومة أخلاقية، يعني الفنان يجب أن يتحلى بصفات أخلاقية وأيضا فكرية، يعني لأنه الفنان مشروع بناء وطن. صحيح. أنا بسأل عليها الأستاذ محمد بموضوع أهمية المشاركات للمبدعين، أهمية المشاركات الخارجية هذه، إلى أي درجة تحفزهم تصقل موهبتهم أيضا؟ لا شك أنه الاحتكاك مثل هذه التجارب والفعل الثقافي المتنوع سواء في الداخل أو في الخارج، مختلف المناسبات، مختلف الأغراض والأهداف، سواء كانت مناسبات وطنية أم حفلات جماعية، حتى الحفلات المحلية كالأعراس وغيره، هذه لابد أن تصقل المواهب وتعطيهم مزيد من الخبرات وتمدهم بالكثير من المهارات التي يفتقدوها، لأنه للأسف نحن إلى الآن ما زلنا نعاني من انعدام تام لتواجد أكاديمية
في مجال الفنون، سواء في مختلف انواع الفنون، سواء الموسيقيه الصوتيه والمرئيه في عمومها، موسيقيه او فنون احنا جميله نتكلم او في غيره. اليمن، كل اليمن تقريبا معهد جميل غانم. يعني و... معاهد طبعا، وان كان معهد جميل وك... غانم معهد عريق طبعا، نعم. وخرج من بين يديه يعني العديد من الكوادر الكبيره لكن والعمالقه. أنتم ماذا مع ذلك أقل من لكن الطموح. نعم، اكاديميه بالمواصفات عالميه للاسف نفتقدها الى الان. ماهر، فما فيش معنا غير المشاركات المشاركات. استاذ محمد عبد الملك، احنا ما نشتيك تشكر حد، احنا نشتي نشكرك احنا. شكرا جزيلا. واحنا ما شكرا نشتي لكم. الشكر منك، نشتي منك توجيه خاصة لهؤلاء الشباب، نصيحة. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. انما طالما انه وجهت السؤال بطريقه مختلفه، دائما اقول للشباب لابد انه الشغف يوصلهم الى مرحله الدراسه، العلم ثم العلم ثم العلم. لابد من الانسان يجتهد على ذاته. اذا ما فيش بتوفرش الاكاديميه كما قلنا، على الاقل يبذل الاجتهاد الذاتي. الآن في دراسة في البيت في اليوتيوب، ايوه، إلى لابد حد من ما. اجتهاد ذاتيا صحيح. من خلال ايضا ما قلنا الممارسه من خلال هذه الفعاليات والمناشطه العديده. صحيح. الاجتهاد الذاتي، اليوتيوب الان وسائل المعرفه موجوده متوفره، وسائل الوسائط الاجتماعيه والتواصل. كل هذه نحن اتذكر يعني جيلي ما كانش متواجد هذا الاشياء متوفره، يعني كنا ننتظر معرض الكتاب من العام الى العام من اجل نحصل على مرجع ما، يعني من اجل نقراه. فالقراءه والعلم والاطلاع ولو بشكل ذاتي في المرحله هذه الحاليه، ايضا من خلال الممارسه والمشاركات في الفعاليات العديده، يكون المستوى ينحو منحى متطور يعني باذن الله. أيوة، شكرا لك أستاذ محمد. نشكر القناه ونشكركم على الجهد المبذول هذا اللي واجبنا أستاذ تعملوه. محمد. لانه انتم الان تشكلوا نوع يعني نافذه من اجل الشباب الحلوين هذول يبرزوا هذه المواهب الرائعه يعني. فهذا الشكر، هذا واجبنا، وبالعكس احنا طبعا نقول اشكر كل الطاقم بما فيهم حبيبنا عصام. انا بذل جهد طيب يعني، وجدي مجهول يعتبر. انا بشكركم كلكم، بشكرك استاذ محمد عبد الملك.